مين؟ صليبه وجبريل. صليبه لسه عايش في الدوحه. خلاص يا عم صليبه، كاس العالم خلص. كاس العالم خلص. بس لحظه توهان نجيبها، بس دي الهدف هنجيبها الاول، الهدف من ضربه الجزاء من الاول يا محمد. حاتم زعلان، تعتقد انها مش ركله جزاء ولا ايش؟ يعني اعتقد انه اكيد ان الفار حسم فيها، لكن اللمس كان خفيف، وهو الذي ارتطم، ليس صليبه. انا اعتقد انه صليبه قام بسحب رجله، وبون حاول ان يتجنب السقوط، ذهب الى رجل صليبه. بص يا حاتم، انا خليني اختلف معاك، معلش. لا اشكال، هقول لك على حاجه الاولى. الحاجه الاولى هنا انت ليه استنيت الكره وسبت انطونيو ياخد الكره ورجعت خطوه؟ هذا التردد هو السبب. فعالج الخطا الاول بخطا اكبر. عاوز يعالج الخطا اللي هو عمله وارتكبه، انه يحصل نفس الخطا ويعدل من قراره بانه يعمل تاكلينج. لا انا اشوف واخد رجله الشمال. انا اشوف واخد رجله على كل حال الاشكال انه صليبه هذه يمكن اوضح زاويه. لاحظ سحب رجله، الرجل لم تذهب الى رجل باون، لم تذهب الى باون، بس هم كملوا طريقه في الجري. لكن من قوه التاكلينج، لانه في التاكلينج ستذهب بالانزلاق مهما كان، من الصعب ان تمسك نفسك. بس اعاقه ولا لا؟ هو بون حاول تجنب الاصطدام، هو كان يكمل جري صح؟ صحيح. على كل حال هي فيها شك، والشك طفيفه عدم ركله جزاء. القوه معنى احتساب ركله جزاء كانت قويه بالنسبه للحكم، لكن الاولى لو نلاحظ، لو في اعاده للاولى، الحاله الاولى لما انطوني كانت في اظن في رجل بالنسبه لصليبه لم يكن متحكم، ولذلك فقد محاصره توازنه، ولذلك كان متاخر. بس انت مدافع حتى اكيد الكره قدامك والمهاجم قدامك، اروح للمهاجم والكره. صحيح. هو عمل ايه؟ راجع صحيح. بالخطوه اداله المساحه والوقت انه يعمل الباص لبويا. فالاول هو ما قدرش الكره صح. صحيح. الكره اتلعبت طويله ما اتقدرتش صح بالنسبه لي، فعاوز يعالج الخطا الاول اللي ارتكبه. وانت مدافع عالمي، ما فيش مدافع يعمل تاكلينج، ده اخر حل من الحلول. صحيح. فهو هنا طبعا هي وده السيناريو اللي بيلعب عليه ويست هام. بس انطونيو صحيح. ولو لاحظ ان اليوم محمد الشوط الاول من الفرصه الاولى كانت ركله جزاء، بالرغم انه سجل ساكا وكانت تسجيل الهدف الاول، وحقيقه نجح ويست هام في عدم منح المساحات للمهاجمين، بالرغم انه واضح انه هذه لحظه الكره الطويله والتردد جابرييل. لاحظ هو ذهب هنا صليبه، حدث التوازن. وكان مشكل في تمركز كله بالنسبه للدفاع الارسنال، سوء تمركز، لانه من المفروض لما يقوم الخطا، لما قلب الدفاع الاول يخطئ الثاني يقوم بالتغطيه. لا، والسيناريو معروف ان ويست هام سيدافع وينتظر لحظه ولحظتين في كره مرتده في الشوط الاول. صحيح. هو الكل ردة فعل، حتى ردة فعل بارتي كانت متاخر، ردة فعل جابرييل كانت متاخر، بمعنى انه لما يذهب مدافع مع مهاجم لابد ان تضع ولو حتى 5% انه قادر ان يخطئ، قادر ان يرتبك، قادر ان فالتغطيه واجبه بالنسبه لقلب الدفاع الثاني، يعني ان يذهب للتغطيه وان يقترب من المهاجم ثم ياتي الظهير للقيام بالتغطيه العكسيه، فهذه لم تحدث، وهذا خطا الذي معنا استغلوا فريق الارسنال وسجل بالرحمه ركله جزاء. الان ستصبح الظروف كلها في صالح ويست هام، 27 دقيقه نص ساعه الاولى يسجل هدف ثم يحافظ على البلوك متاخر و11 لاعب خلف الكوره، وليس لديه اشكال. سيناريو بالنسبه لفريق ارسنال. لكن هنا لابد ان نشاهد شخصيه البطل، شخصية الفريق الذي يكون متأخر وعنده قوة وقدرة على العودة. هذه شاهدناها في سيتي في العديد من المباريات، وخاصة في مباراة الدوري الحاسمة في الموسم الماضي ومباراة أجويرو كذلك سابقا، فالعديد من مباريات ليفربول كذلك. تكلموا على الفرق. سعيدا هو ويست هام بعد نهاية الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف دون مقابل بهدف من ركلة جزاء، يخرج حزينا أكيد من هذا الديربي اللندني بعد الخسارة أمام صاحب الأرض ومتصدر الترتيب، الفريق الذي يقوده أرتيتا حتى الآن إلى الطريق الصحيح، إلى سكة ممتازة من النتائج وكذلك من النقاط، يصل بها أرسنال مرة أخرى إلى صدارة الترتيب على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. فرحة كبيرة في ملعب الإمارات لفريق أرسنال، لجماهير أرسنال ولكل محبي أرسنال حول العالم بوجود أرسن فينجر، وبصدارة وبأداء أظهر شخصية كبيرة لأرسنال في الشوط الثاني من المباراة.
الذي تسيد مجرى المباريات ومجرى هذه المباراة منذ بدايتها وحتى نهايتها رغم الصعوبة التي واجهته في الشوط الأول من هذه المباراة. نعيش معكم جزءا من فرحة جماهير أرسنال بهذا الفوز الكبير. تحية كبيرة من جماهير أرسنال حاتم لفريقهم على الأداء، على العودة، على الأهداف الثلاثة، على الاستمرار في الصدارة، وعلى كل ما قدمه الفريق منذ بداية الموسم وحتى هذه الأمسية. هو صحيح بدايته كانت موفقة، لكن حقيقة مباراة اليوم تكلمنا بين الشوطين أنا ومحمد وما قلناه تحقق في الشوط الثاني بالنسبة لفريق الأرسنال على المستوى السرعة، على المستوى الأداء، التمريرات ما بين الخطوط، تميز الهجوم بشكل ملفت من كيتيا اللي كان يمكن في الشوط الأول يخرج كثير لطلب الكرة، في الشوط الثاني كان ثابت كمهاجم وأقلق كثير وسجل هدف حقيقة جيد بالكنترول والدوران. ساكا يعني أعجبني حقيقة كثيرا شخصية هذا الفريق، بالرغم أنه واجه فريق يعاني، فريق سيء على المستوى الدفاع، بطيء، حلوله هجومية ضئيلة قليلة، ليس لديه فكر كبير، لكن ما عجبني الشخصية. احنا نتكلم على شخصية بطل وثقافة أنه مدرب يغرسها في هذا الفريق، بالرغم أن نتكلم على فريق الأرسنال فريق كبير، والفضل أكيد يعود لارسين فينجر الذي رسخ ثقافة الفوز ورسخ ثقافة البطولات، بالرغم أنه كان في حقبة أنه لم يحقق، لأنه كان مشروع الأرسنال كبير أنه بناء هذا الملعب الذي حقق فيه الثلاث نقاط الليلة والعديد من النجاحات التي حققها. اليوم لأرسنال حقيقة أرتيتا بالرغم من الغيابات، جيزوس المهاجم الأول، بالرغم أنه الفريق ليس لديه نفس العناصر، التمريرة كانت ممتازة من اوديغارد لساكا اللي التمريرة واستغلها وسجل هذا الهدف، وهذا اللاعب حقيقة إيمان كذلك المدرب بهذا اللاعب يتطور من مباراة إلى أخرى ومن موسم إلى موسم. هو من نجوم الموسم. مارتينيلي أنا هذا اللاعب اتفاق مباراة في كأس العالم كان نجوم منتخب إنجلترا ساكا. صحيح، مارتينيلي حقيقة الأداء فريق متنوع، شاهدنا السرعة في الأداء، شاهدنا أنه فريق لديه كل الإمكانيات لحسم مثل هذه المباريات. أنا أتمنى أنه فريق الأرسنال وأعتقد أنه لديه الإمكانيات لأن ينهي كل مبارياته بهذا الشكل، خاصة إذا استطاع المدرب أن يدعم فريقه على مستوى الهجوم، مستوى لاعب أو اثنين كي يكون قادر على المنافسة بشكل جدي. ولا أرى أي صعوبة للفوز بالدوري، بالرغم أن فريق سيتي يتفوق عليه، لكن 5 النقاط التي لديه قادر أن يدعمها وقادر أن يستمر على هذا المستوى الجيد. هنا ترتيب البريمير ليج الذي يؤكد أولا أداء مذهلا لفريق أرسنال الذي يصل إلى النقطة 40 في صدارة الترتيب بفارق 7 نقاط عن فريق نيوكاسل مع مباراة أقل، وبفارق 8 نقاط عن فريق مانشستر سيتي صاحب المرتبة الثالثة وبمباراة واحدة أكثر من فريق مانشستر سيتي. توتنهام في المرتبة الرابعة ب30 نقطة، 10 نقاط فارق بين أرسنال وتوتنهام مع مباراة أقل لفريق أرسنال مقارنة بفريق توتنهام، ثم يونايتد وليفربول وبرايتون وفولام وتشيلسي وبرنتفورد وبقية الفرق وصولا إلى ويست هام الذي بهذه الخسارة بقي في المرتبة السادسة عشرة ب14 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن فريق وولفرهامبتون ونوتنغهام صاحبي المرتبتين 18 و19 عشرة، وبفارق نقطتين عن صاحب المرتبة الأخيرة فريق ساوثهامبتون، أمر الذي يعني أن أمور ويست هام أصبحت أكثر تعقيدا بهذه النتيجة. كابتن محمد، كيف يمكن أن نلخص ما حدث في هذه المباراة؟ أفضل نتائج وافضل معدل ارقام وافضل معدل نقاط بالنسبه لارسنال في تاريخه بعد 15 مباراه، وصل ل 40 نقطه. عاوز ابدا بالهدف الثالث يا محمد، لان هو الهدف اللي يبين الفرق ما بين ارسنال الشوط الاول وارسنال الشوط الثاني. هدف نكيتيا. الهدف الثالث. اولا في الثلث الاخير بقوا اسرع بدون تردد من لمسه واحده، وايقاع الكره من الشمال لليمين بقى اسرع. هنا ادي واحده وايت عملها كويس بين الخطوط، اوديجارد لف ودوران لنيكيتشيا، دي الهدف الاول والثالث من العمق مع مع سرعه التصرف الموجود.
ده هدف يفكرني بتيري هنري. صحيح. حلو الدوران. في اللفه والدوران هو حضر نفسه كويس للكوره. ده الاول الشمال لليمين مع حلول مع لعيبه ما بين الخطوط، اوديجارد وخاصه اوديجارد محضر نفسه كويس، وده لف ودوران ما عطلش نفسه وحطها في الزاويه البعيده. فده ده الهدف اللي يبين لك الفرق ما بين ارسنال الشوط الاول والشوط الثاني، السرعه، الحسم، وتحضير اللعب بسرعه، وان تاتش وتو تاتش. اعتقد انه ده شوط مميز، شوط ثاني وجاي يفوز بعد تاخر في النتيجه، فاعتقد عكس شخصيه كبيره بالنسبه للفريق. هذا كان اخر اهداف هذه المباراه، وهذا اليوم كان كريما جدا علينا على مستوى الاهداف. اقل مباراه شهدت 3 اهداف في هذا اليوم، كميه كبيره من الاهداف. دعونا نذكر بها ونلخص ما حدث منها، ونبدا من نيوكاسل الفريق المذهل حاتم والفوز على ليستر في عقر داره ب3. يعني نيوكاسل يستمر حقيقة في المفاجأة بغياب كيدا. اليوم هو في المركز الثاني بعد هذا الانتصار الحقيقة اللي كان أكثر من ممتاز. ليستر يعاني من بداية الموسم تحت قيادة برناردو روجرز. الميران سجل هدف حقيقة أكثر من ممتاز، لاحظ 1-2 وسرعة هذا اللاعب والثقة التي اكتسبها. إيدي هاو يقدم في أداء ممتاز تحت قيادة مع هذا الفريق. ليس هنالك أسماء كبيرة، أكيد قام ببعض التعاقدات، لكن هذا الاداء هذا الفريق في الموسم الماضي كان في بدايته كان يعاني، ثم لاحظ الان اين موجود نيوكاسل في التوب 4 في المركز الثاني. اكيد أن ننتظر ان يستمر على هذا المستوى. هنا برنتفورد وتوتنهام، تقدم لبرنتفورد وعوده لتوتنهام. مباراه كبيره شهدت 4 اهداف، كلا الفريقين كان بيسعى لل3 نقاط. برنتفورد مع توماس فرانك بيقدم كره مميزه، كره هجوميه فيها توازن كبير، ما بيخافش من الصغيرين ولا الكبار، فالاسلوب واحد مختلف. توني واستمرار عمليه تسجيل الاهداف والمستوى المميز ليه في هذا الموسم. انما ثم العوده مره اخرى بالنسبه لتوتنهام، وهدف معمول حلو قوي بالنسبه لهاري كين اللي درس